السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بعدما عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو كرئيسا جديدا للحكومة الفرنسية ليصبح رابع رئيس للوزراء في فرنسا خلال عام واحد، فقد بدأت الضغوطات السياسية على فرنسا مجددا من قبل اليمين المتطرف الذي نجح في التخلص من سابقه ميشيل بارنييه في الأسبوع الماضي، بعد أن انضمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى المعارضة اليسارية في تصويت على سحب الثقة بسبب خلافات على الميزانية في فرنسا. فقد اتخذ بايرو قراراً جديداً لم يكن معتاد عليه من قبل الحكومة الفرنسية في عهد ماكرون، وهو يهدف إلى إعادة التقارب مع الجزائر مرة أخرى ومحاولة استعادة العلاقات التاريخية مثلما كانت في السابق، لأن اقتصاد فرنسا عبر عديد السنوات قائم على الجزائر بنسبة كبيرة. وذكرت بلومبيرغ أن بايرو قد يواجه نفس مصير بارنييه، حيث لا يزال البرلمان الفرنسي منقسما إلى 3 كتل تضم تحالف اليسار ووسطيين محافظين وأقصى اليمين. وجاءت تعقيدات المشهد السياسي بالتزامن مع خفض وكالة موديز للتصنيف الانتمائي لفرنسا، مشيرة إلى احتمالية ضعيفة للغاية أن تتمكن الحكومة الفرنسية المقبلة من تقليص العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. وفي الأخير شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.